يختلف عليا من يختلف. بتقيم نفسك كمطرب ازاي؟ راجل ناجح موجود في وسط الدنيا. انا ما يعني كلنا ما بنختلفش عليك كراجل مؤلف وشاعر. انا بسألك كمغني بتقيم نفسك قد ايه؟ نفسي بمشاهداتي، بفلوسي، بعوائدي اللي تجيني. يعني ايه في حد بيقيم نفسه؟ انا اقدر اسالك انت بتقيمي نفسك ازاي؟ أيوه. فتقولي لي انا احسن مذيعه مثلا؟ ايه؟ لا، ليا معجبين في سني انا احسن مذيعه، ليا محبيني. في ايه؟ في سني انا احسن مذيعه. هطلعيها دي في البرنامج؟ اطلعها في البرنامج. ما تمنتجوهاش. اطلعها في سني. انا ما اقدرش اقول على نفسي احسن كخلود. لكن اقدر اقول لك حاجه، على حاجه. اتفضل. اقدر اقول لك ان مصطفى كامل لما دخل غنى، اما تيجي النهارده تشوفي الحمد لله مشاهداتي وعوائد مشاهداتي في نجوم كبار كانوا زمايلي في التسعينات، لا الحمد لله مصطفى في حته تانية خالص، انجح يعني. لكن موجودين، جمهورنا موجود الحمد لله موجود. قشطه يابا شهرتك اكتر؟ لا، قشطه يابا كانت طعنه في صدري. يعني الفيلم، بس انت قصدك على الغنوه ولا الفيلم؟ على الغنوه. لا الغنوه انا لو طولت اقدم قشطه يابا 3، لان كان في الوقت ده بشكل الفيلم الغنائي لازم يبقى فيه شعبي. كانت الدنيا، كان حماده ساعتها عامل انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جاي جامل ومروح، ومصطفى قمر كان ساعتها عامل استنى لو سمحت نزل ايدك تحت يا ام خالد يا ام حسين. كانت الحكايه دايره، لازم يبقى في الفيلم بلحن واحد، لازم يبقى فيه غنوايه شعبي كده، لان كانوا السبكيه مدربكين مصر. فده عملت الغنوه دي ولما عملت الغنوه دي اتفاجئت الفيلم كان اسمه رحله عمر. الراجل المنتج رحله عمر ولا رحله عمر؟ رحله عمر اللي هو عمر ده، اللي يعني كنا عاملينها باسم بطل الفيلم. وبعدين قلنا نقعد بلاش رحله عمر لان احنا بقينا 3 اصدقاء، قعدنا على ترابيزه مفاوضات كلنا نسمي الاسم ايه. فراح محمد نجاتي كان معايا في الفيلم قال لهم نسميه عيال حبيبه، اتاخد الاسم ده بعد كده الفيلم تاني. فراح المنتج مره واحده ببص لقيت الافيشات قشطه، قلت له ده مش اسم فيلم، ما ينفعش يبقى اسم فيلم، يعني دي غنوه جوه عمل درامي انما ما تبقاش اسم فيلم. تروحي وتيجي وعملنا مصايب وعملنا مشاكل هو كنت فعلا رافض ان انت يتسمى الفيلم بقشطه يابا. هو مش اسم فيلم، ده جهل برضه. ما انا تعرضت في حياتي صريح قوي تعرضت في حياتي لمنتهى الجهل من حاجات كتير. عشان كده انا لسه بقولها لمراتي. كان عندك خبره غير كافيه وقتها خالص؟ ما كانش عندي خبره سينمائيه خالص. انا خبرتي يا خلود خبرتي في الاستوديو. انا بابا استوديو، اسالي اي حد، بهاني شاكر، بعمرو دياب، بفؤاد، باي حد اشتغل مع مصطفى كامل جوه الاستوديو. انا بتحني الايام دي؟ طب يا لهوي، اجمل ايام عمري وحياتي ونجاحي اللي انا كنت اقول للمطرب هو يجي يختار عندي وانا اقول سيب بس دي في غنوايه، فيقول لي، فكانوا المنتجين تقول لك سيب مصطفى يختار لك. يا ستي انت ليكي تعرفي ان الايام الحلوه دي طعم الحب اتغير. انت خريقت انا وإيهاب توفيق عشان مش حبيبها واصريت ان هو ياخدها، لما خدها وكسر الدنيا. احنا لما بنقعد انا ومراته دي نضحك لغايه دلوقتي، اقول لها ندى ايهاب كان رافض طعم الحب اتغير، تروح بص له كده يقول لي خلاص بقى ابو ايهاب. اقول له كنت رافض. انا معظم اغنياتي اللي عملتها 80% من اغنياتي ما فيش مطرب هو اللي اختارها، كنت انا اللي اقول له استنى، احنا المره اللي فاتت غنينا دراما، احنا المره دي هنعمل كذا، احنا رحنا هنا كنا رومانسي، احنا هنعمل كده يا نصر يا طارق يا عبد الله للمنتجين. مصطفى كامل كان بلانر شاطر في يعني كصانع نجوم. انا ربنا يكفيكي شر يعني. وبعدين ما بعديش الهوا. مين ما سمعش كلامك واكتشف بعدها ان هو كان غلطان؟ مين ما سمعش كلامي واكتشف بعديها انه كان غلط؟ كانت في مطربه من المطربات اسمها ايه؟ بلاش بقى، اخص عليكي بقى، اديني حاجه سبايسي بقى. انت ايه خلاص اعملي لي ثروه في البنك دلوقتي تعوضيني الخسائر دي كلها. جايباني اقطع في الدنيا كلها. تقطع ايه؟ في فتره من هي لا واحده ما سمعتش كلامك وخسرت بعد كده. مش هي اللي ما سمعتش كلامي، هو المنتج اللي ما سمعش كلامي. انا قدمت حاله فنيه في فتره من الفترات كسرت بيها الدنيا، كان كل الدنيا معترضين عليها وانا كسرت بيها الدنيا، كسرت الدنيا. وبعدين اكمنها حاله بسيطه، فجينا عند وقت معين وانا كان اجري غالي جدا، كان سعري غالي. فجاني المنتج عشان نعمل الالبوم الخامس، فقلت له خلاص النكته اتحرقت. فقال لي لا انا هشتغل. قلت له يبقى اسقط برايا، انا اللي جبتها لك. يعني ايه اسقط برايا؟
لان انا كنت متاكد ان السلعه اللي انا قدمتها يعني ايه كلمه اسقط برايا؟ ما هو هيسقط، ما هو الالبوم بس، ما انا شفت خلاص. هيسقط براك، هيسقط بعيد عنك يعني. روح اسقط برايا، وانا كنت باخد رقم كبير. ما شاء الله. انت كنت بتاخد كام؟ لا كتير الحمد لله. لا يعني فلما جاني انا اللي اقنعته بيها. هو كان رافضها في الاول، في الاول وانا اللي اصريت عليها، فكسب منها ملايين. فعملنا الالبوم الثاني فكسب منها ملايين، في الثالث في الرابع، ولاني ادرك ان هذه السلعه. وهي مين؟ لا عيب لانها هي موجوده، ربنا يكرمها ويرزقها يعني. نجمه كبيره دلوقتي يعني على الساحه؟ لا مش قوي طبعا، يعني هي كانت بارقه، لا في الفتره دي كانت اكتر بكتير جدا يعني. بس لما جاني المنتج قلت له خلاص الموضوع خلص، النكته اتحرقت. مين المنتج؟ ما هو انا لو قلت لك المنتج هتعرفي المطربه، فمش هقول لك. لا هو ما كانش غيرها يعني. فنزل الالبوم سقط واللي بعده سقط وانا مين المنتج؟ لا ما اقدرش بقى، في منتجين كتير. هقول لك والله، انا خطيبي منتج. هقول لك والله هقول لك بعد البرنامج، وهقول لك مين المطربه، بس عيب على الهوا لانها ما زالت موجوده يعني. خلاص